عندي هون ملعقة طعام من الحليب. فيكن تحطوا كباية حليب سائل إذا عندكم، وإذا لا بتحطوا ملعقة طعام حليب وفوقها كوب مي فاترة، ومنحرك مندوبهم. فوقهم رح ضيف أنا ملعقتين طعام من السكر، ملعقتين ملانين سكر الحبيبات، ومنحرك. وأكيد أنتم بتعرفوا إنه مع السكر التفاعل بيكون أسرع على الخميرة. رح أضيف لها أنا هلأ ملعقة الخميرة الكبيرة، ملعقة طعام كمان. بنحط هول كلهم فوق بعضهم، واكيد دغري حتبلش تتفاعل الخميره. راح اضيف انا هلا فوقهم ربع كوب من الزيت النباتي. فينا نحط نص كوب، بس انا حبيت احط ربع كوب، وراح احط لهم ملعقه كبيره من الزبده. يعني عم بخلط هلا زيت وزبده. اكيد الزبده هلا بس لتذوب شوي تكون دابت شوي، راح اضيف لها ملعقه طعام كبيره. وهلا فوقهم رح نحط 5 أكواب من الطحين. اكيد الطحين متعدد الاستعمالات، وانا نخلته. نخل كتير منيح الطحين بالمنخل. رح احط ال5 أكواب على مهله شوي شوي وبنخلط. لكن هاي وحده 5 أكواب من الطحين، وبعدني عم بخلط. يتقل معنا الخليط منوقف كرمال ناخد على العجانة. أنا بدي أعجن الخليط على العجانة. قبل ما أحطهم على العجانة بدي أضيف لهم البيكنج باودر، ملعقة طعام ممسوحة، وما بنسى أكيد الملح. بحط ربع ملعقة صغيرة من الملح. وهيدا كل شي عنا. بعد اللي ناقص هو ملعقة الطعام من الزبدة. هيدي ملعقة الزبدة رح دوبها وحطها بفوقهم واعجن العجينة. لكن بنشوفكم من بعد العجن. وهيك العجينة صارت طرية وجاهزة عندي. مثل ما شايفين بتجنن العجينة. هلا بدي اتركها ترتاح لمدة اقل شي ساعة من الوقت. بس رح احط لها نقطة زيت. حط لها نقطة من زيت الزيتون اكيد، وبنتركها لترتاح لمدة ساعة من الوقت. وهلا انا رح اغطيها وبشوفكم بعد ساعة. وهلا بهيدي العجينة رح تشوفوا شو رح اعمل. انا رح اعملها هلا مثل البيتزا بنفس هالعجينة. هون باخد شوي من السميد الناعم، برش الصينية بهالطريقة. بدي اخد شقفة من العجينة اللي تخمرت ما شاء الله صارت بتجنن. بدي اجرب مدها. بنمدها هيك بهالطريقة بايدنا. اكيد انا عندي الفرن حامي من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200. رح احطها بهالطريقة. باخد نقطة من زيت الزيتون نشيلكن هاي لتشوفوا منيح. شوي من زيت الزيتون بنمدها بزيت الزيتون هيك. ريحتها ما فيني اخبركن العجينة شو حلوة.
وهيك العجينة مدت معي بهالشكل. شو رأيكم؟ هلا رح نقشها هيك مثل المنقوشة. انا رح اضيف لها شوي من الكاتشب، انتو حطوا شو ما بدكم. هيدي كتير مناسبة للسحور اكيد، وللعشاء وللترويقة وللوقت اللي بدكم اياه. عندي مرتديلا على دجاج، بدي احط بهالطريقة. مثل ما قلت لكم اللي انتم بتحبوا تحطوه، اي اضافات على الوجه فيكم تحطوا. وهيدي العجينة بتقدروا تعملوها مالح وبتقدروا تعملوها حلو، يعني كمان ممكن نحشيها بالشوكولا. انا رح احط لها جبنة قشقوان على وجهها. وهلا على الفرن، ما بدها اكثر من ربع ساعة بالفرن، من ربع ساعة ل20 دقيقة، ومنشوفكم من بعد بالخبز. شو رأيكم؟ هيك صارت جاهزة عندي على الفرن. وهلا باخذ بقية العجينة. أنا حابة أعملهم بقلب هول تبعول الكب كيكس. بناخد عجينة صغيرة بنعملها بهالطريقة، بنحط بقلبها شوكولا، أي نوع شوكولا أنتو عندكم. أنا عندي هول الحبيبات الصغار، بسكرها بهالطريقة وهيك صارت خالصة. رح حطها بهاي وحط على وجهها حبة شوكولا، بس هيك. رح اعمل وحدة تانية وارجع كملهم وبنشوفكن بس يخلصوا. لكن بعملها بهالطريقة، شوية شوكولا بعبي بقلبها، بنسكر، نحطها هيك على وجهها حبة شوكولا. وبقية العجينة اللي بقيت عندي أنا رح أعملها سادة، ما رح أحط فيها شي، بهالطريقة. هيدي بتكون نترك الخيار إذا بحبوا يغطوها بالزعتر وزيت، فينا ناكلها، نقصها ونحط بقلبها شوكولاته، تحطوا بقلبها مربى، لبنه، جبنه. هاي بتكون للخيار الحر. دايما بنفكر بجميع الاذواق. وهيك مثل ما شايفين هول اللي بقيوا عنا قطع صغيره. لكن هول الباقيين بقيوا للخيار الحر، كل حدا بياخد على ذوقه وبحط بقلبه. اول وصفه خلصت وصارت جاهزه عندي، وهاي على الفرن. شايفين الجمال؟ رح زينها انا شوي بالروزماري، بحط لها بهالطريقه، وفيني كمان احط لها شوي من الحبق الطازه. شو رايكم؟ اكيد رح اقصها قدامكم لنشوف النتيجه.
تشوفوا كيف قد ايه مستويه العجينه. ليكم من تحت كتير مستويه منيح، عجينه هشه وغير شكل. اكيد رح تعجبكم هالوصفه، سريعه وكتير لذيذه وعجينه لكتير استعمالات. بتمنى تجربوها، رح تحبوها كتير. سبسكرايب، لايك وشير. بدي اذكركم انا بجوائز شهر رمضان المبارك، ما تفوتوا عليكم، جوائز نقديه قيمه واكيد رح تعجب الجميع. بتمنى المشاركه على اوسع نطاق، وما تنسوا اقروا بصندوق الوصف شو الشروط. سوشا's كيتشن.